في هلبة فيديوهات تتكلم على طرق تسريع الانترنت متاعك ويقولوا بضغطة زر، وهلبة تسوق لشيء وهمي. وفي الفيديو هذا حنعطيك الزبدة. خلي نصدمك في الاول ونقول لك ما في شيء يسرع الانترنت متاعك الا اشتراك مع مقدم خدمة انترنت موثوق وباقة مناسبة. بمعنى سرعة الانترنت تعتمد على مقدم الخدمة في الاساس والباقة اللي اشتركت فيها. والباقة تنقسم الى قسمين: الداونلود والابلود. والسرعة تقاس بسرعة التحميل والرفع. الميجا بت في الثانية. اختيارك لباقة الانترنت تعتمد على طبيعة عملك واحتياجاتك العامة. يعني لو كنت تحمل في افلام، العاب، تحديثات لبرامج او تحديثات لالعاب او محتويات اضافية، يعني تركيزك العام على التحميل، تختار الداونلود يكون عالي. بس لو كنت من محبي مشاهدة منصات زي نتفليكس وشاهد وغيرها، او انت جيمر وتحب تبت على تويتش او اليوتيوب ودائما ترفع في ملفات على منصة اليوتيوب والتيك توك وغيرهم، تحتاج تركز على الابلود ويكون عالي. وفي العادة تلقى قيم لباقات متوازية، يعني 8 داونلود 8 ابلود. وفي باقات مختلفة، يعني مرات تلقى 10 داونلود و5 ابلود. واكيد كل خدمة بسعرها. وهنا يجي اختيارك كمستهلك حسب احتياجاتك من الخدمة وحسب مزود خدمة الانترنت الافضل في السوق. لو نفترض انك اشتركت في خدمة انترنت تعطيك سرعة تحميل تصل الى 10 ميجا بيتس في الثانية و10 زيهم للرفع، حيكون اجمالي الباندويت متاعك او سعة نقل البيانات 20 ميجا بيتس في الثانية. وكل ما تكون الباندويت عالية تكون افضل. اعتبرها زي طب المية، كل ما يكون اوسع يحمل المية اكتر حسب احتياجك طبعا. واحتياجك هذه اهم شيء، لازم تعرف شن تبي وشن تحتاج. والفكرة الاهم هي اصلا كيف تستقبل الكم الهائل من البيانات من غير ما يصير لاج او تاخر في الخدمة. في الماضي اغلب الناس كانت تعاني من مشاهدة محتويات منصات زي نتفليكس واليوتيوب يلي تقدم خدمة البث الحي للمحتوى المرئي. بس حاليا الحمد لله اغلب مزودي الخدمة داروا حل لهذه المشكلة واضافوا خدمة الكاشينج، بحيث يخزنوا المحتوى المتكرر والمطلوب في موقع تخزين مؤقت. وهذا يساعد على تحسين الاداء ويقلل الحاجة الى جلب نفس البيانات بشكل متكرر من المصدر. نجوا للقسم الثاني اللي هم اللاعبين العاب الفيديو جيم، يلي اغلبيتهم يعانوا من تاخر في زمن الاستجابة، البينج لاج، بالذات لما تلعب العاب اونلاين زي الفورتنايت والكول اوف ديوتي. وهذا اللاج ليه اسباب عديدة، زي مثلا الازدحام داخل الشبكة المنزلية، يعني الانترنت في حوشك موزع بطريقة عشوائية للاجهزة المتصلة داخل الشبكة، او انت تكون مستخدم راوتر عادي جدا وعنده وظائف محدودة. معلومة على السريع شباب، البينج لاج والمعروف ايضا بالليتنسي، تاخر في زمن الاستجابة، يفرق على فريم ريت دروب. البينج لاج هي التاخر بين افعالك واستجابة خادم اللعبة، يعني ليه علاقة مباشرة باتصالك بالانترنت. الاف بي اس لاج او ما يعرف بالفريم ريت دروب، فمرتبط ارتباط مباشر باداء منصتك سواء كان بي سي، اكس بوكس او بلاي ستيشن. وتوا نرجع لموضوعنا. بعد ما تضمن مزود خدمة مناسب ليك واخترت الباقة المناسبة لاحتياجاتك، ننصحك ترقي الراوتر متاعك الى راوتر يقدم خدمة الجيل الجديد من الواي فاي والمعروفة واي فاي 6. بمجرد انك تركب هذا النوع من الراوترات حتشوف الفرق على طول. هذا الراوتر يدعم زوج ترددات اللي هم ال 5G وال 2.4G، اسرع في نقل البيانات من الجيل اللي قبله. وفي نسخ من الراوترات هذه تقدر تضيف عليهم وحدة تخزين للشبكة، يعني يكون عندك كلاود منزلي ويتعامل مع زيادة عدد الأجهزة من غير ما يتأثر سلبي على سرعة الواي فاي، ويعطي حماية للاتصال أقوى وزمن وصول أقل للاعبين ألعاب الأونلاين، ونطاق تغطية أوسع باستخدام ميزة أو خاصية الون ميش. ومصمم أيضا للتعامل مع أجزاء المنزل الذكي زي اللمبات الذكية وأيضا الحساسات والمساعد الصوتي زي أليكسا وجوجل أسيستنت. وأيضا ميزة لمراقبة أطفالك وتحدد الوقت لاستخدام الإنترنت في اليوم وعلى مدار الأسبوع، وتقدر تحجب عليهم مواقع زي التيك توك، الفيسبوك والإنستغرام، من غير ميزة الكيو او اس الكواليتي اوف سيرفيس، يلي عن طريقها تعطي الأولوية لأجهزة داخل الشبكة. يعني مثلا تقدر تعطي الأولوية للبي سي متاعك أو البلاي ستيشن للتعامل مع طلبات هذه الأجهزة بطريقة أسرع، وهذا أكيد حيحسن الأداء في الألعاب داخل الشبكة. ولو تحب تتفرج على محتويات مرئية على منصات زي شاهد ونتفليكس، تقدر تعطي التي في متاعك أولوية زي ما داير بلاي ستيشن 5 والتي في ضمن قائمة الأجهزة المهمة في الشبكة. في خصائص هلبة الحقيقة، بس تقدر تطلع عليها بتوسع لو كنت مهتم. كأب ننصحك تملك جهاز زي هذا يساعدك في تقنين ما يتم تقديمه داخل شبكة الانترنت، ويساعدك شوية تحمي العائلة متاعك. وكلاعب حتحصل على استقرار وأداء أفضل داخل الشبكة، يعني حتى لو كان بوك وأمك وأخواتك معك في الشبكة مش حيأثر على أداء الألعاب متاعك. الخلاصة ما في شيء يسرع الانترنت متاعك. فكرة تكون عندك انترنت سريعة ضروري تتحقق هذه المعادلة. مقدم خدمة انترنت موثوق وباقة انترنت تغطي احتياجك، وراوتر ذكي لتنظيم
نعمل حركة داخل المنزل. وتو تشاوي.